لكن انا بتكلم على فلسفه الجماعه المرتبطه بادبيات وبرامج فيها جانب تطبيقي ياما شفناه. يعني خلي بالك من 28 لحد النهارده الدكتور مرسي يرى ان النضال المصري والكفاح المصري بدأ من العشرينات، يعني يؤرخ للنضال المصري وهو رئيس جمهوريه اقسم ان يكون رئيسا لكل المصريين بدأ بحسن البنا. النضال المصري العشرينات، وقبلها بسنه كان 19، يعني كان ممكن يذكر سنه 19 مثلا. ولما مر على الستينات ما ادراك ما الستينات، يعني لما يبقى رئيس دوله هو رئيس لكل المصريين يخاصم فتره يخاصمها فتره عبد الناصر ويصفها بانه ما ادراك ما الستينات على سبيل السخريه من نضال وعرق ودماء الشعب المصري طوال فتره جمال عبد الناصر اللي اتبنى بقى فيها السد واتأممت القناه. يعني يمكن يكون من وجهه نظر هم برضه تم القائهم في المعتقلات في 54 و65 فبرضه مالهاش علاقه بالمعتقلات. عارف عالقه في ذهني. ما انا ليه بقول لك ما بثقش في البعد الاجتماعي. الدكتور مرسي لما شقيقه تحدث بالامس او اول امس في احدى القنوات التلفزيونيه قال ان كل ما يملكوه فدانين اصلاح الزراعه اداهم جمال عبد الناصر. انت بتتكلم على ايه؟ يعني الستينات بتاعت ما ادراك ما الستينات كان نتيجتها انه الدكتور مرسي دخل الجامعه واتعلم مجانا، وانه الارض اللي بياكل منها دي ارض الاصلاح الزراعي اللي سلمها عبد الناصر للفلاحين الفقراء اللي منهم ابو محمد مرسي. بتتكلم على ايه؟ كيف اختصر مرحله تاريخيه في تاريخ مصر كان فيها كل هذا الانجاز الذي تحصلت نتائجه الايجابيه على المرشح الرئاسي نفسه. ما كان محمد مرسي يصل الى ان يكون رئيسا لمصر لولا هذه السلسله من الانجازات اللي عملتها الستينات. انا ما بتكلمش ده بالمناسبه باعتباري ناصري، اقسم بالله العظيم انا اتحدث باعتبار انه انا لا يمكن ان اكون يعني وانا رئيس جمهوريه ان اكون خصيما لمرحله في تاريخ مصر.